عند عرض البرزنتيشن من خلال طريقة العرض سلايد شو قد نحتاج إلى التنقل إلى صفحة معينة داخل البرزنتيشن، ويوفر لنا البرنامج العديد من المفاتيح التي تستخدم للتنقل السريع بين الشرائح. فلإضافة مفتاح إلى هذه الشريحة للانتقال إلى أول شريحة في العرض نفتح القائمة المستقلة سلايد شو ونختار المفتاح Beginning من القائمة الفرعية Action Buttons، فيتحول شكل المؤشر إلى العلامة بلس، فنضغط بالمؤشر داخل الشريحة لرسم المفتاح بالأبعاد الافتراضية، فيظهر المربع الحواري Action Setting. ومن الخانة Hyperlink To نختار الشريحة التي سيتم الانتقال إليها عند الضغط على هذا المفتاح، فنترك الاختيار First Slide كما هو ونضغط OK. ولإضافة مفتاح للانتقال إلى آخر شريحة داخل العرض نختار المفتاح End من القائمة الفرعية Action Buttons، ثم نقوم برسم المفتاح ونترك الاختيار الافتراضي Last Slide كما هو ثم نضغط OK. ولإدراج المفاتيح الخاصة بالانتقال إلى الشريحة السابقة والشريحة التالية نقوم بإدراج المفاتيح Previous و Next بنفس الخطوات السابقة. ثم نغير أبعاد هذه المفاتيح، فنقوم باختيار هذه المفاتيح بالضغط على مفتاح Shift أثناء الضغط على هذه المفاتيح بالتوالي. ولتغيير أبعاد هذه المفاتيح بنسب متساوية نضغط على أي من هذه المفاتيح ضغطا مزدوجا، فيظهر المربع الحواري Auto Format. وفي الخانة Height ندخل ارتفاع هذه المفاتيح وليكن 1 سنتيمتر، وفي الخانة Width ندخل عرض المفاتيح وليكن 1 سنتيمتر أيضا ونضغط OK. فيتم تغيير أبعاد المفاتيح لتأخذ نفس الأبعاد، ونحرك هذه المفاتيح إلى موضع مناسب داخل الشريحة واحدا تلو الآخر. ويمكننا وضع هذه المفاتيح داخل مجموعة أو جروب للتعامل معها كعنصر واحد، ولعمل ذلك نقوم باختيار هذه المفاتيح ونفتح القائمة Draw ثم نختار Group، فيتم تجميع هذه المفاتيح داخل عنصر واحد أو مجموعة واحدة، حيث يمكننا تحريك هذه المفاتيح داخل أي موضع في الشريحة بسهولة. ويمكننا أيضا إضافة مفتاح آخر للوصول إلى الصفحة الرئيسية للعرض، ولعمل ذلك نفتح القائمة Slide Show ونختار المفتاح Home من القائمة الفرعية Action Buttons، ثم نضغط بالمؤشر داخل الشريحة، ومن الخانة Hyperlink نقوم باختيار الشريحة الرئيسية للعرض والتي تحتوي على فهرس الشرائح، فنقوم باختيار Slide من هذه القائمة، ومن المربع الحواري Hyperlink to Slide نختار الشريحة رقم 2 ونضغط OK. ويمكننا تغيير أبعاد هذا المفتاح بالضغط مع السحب لأحد نقاط التحكم في الأبعاد، كما يمكن نسخ مجموعة المفاتيح التي قمنا بإدراجها داخل هذه الشريحة ولصقها في باقي شرائح العرض لتسهيل عملية التنقل بين الشرائح. فنقوم باختيار هذه المفاتيح ونفتح القائمة Edit ونختار Copy لعمل نسخة من هذه المفاتيح المختارة، ثم ننتقل إلى الشريحة السابقة بالضغط على المفتاح Page Up من لوحة المفاتيح، ونقوم بلصق هذه المفاتيح باستخدام مفتاحي الاختصار Ctrl و V من لوحة المفاتيح، ونقوم بتكرار هذه الخطوات مع عدة شرائح أخرى. ويمكننا إضافة هذه المفاتيح إلى جميع الشرائح بنفس الطريقة. ولاستعراض البرزنتيشن نضغط على المفتاح Slide Show، وللانتقال إلى الشريحة الرئيسية للعرض نضغط على المفتاح Home، وللانتقال إلى الشريحة التالية نضغط على المفتاح Next، وللانتقال إلى الشريحة السابقة نضغط على المفتاح Previous، وللانتقال إلى آخر صفحة نضغط على المفتاح Last. وللانتقال إلى أول صفحة في العرض نضغط First.